كان بقالي شوية ما اشتغلتش حاجة هاند ميد، فقلت يلا نشاط بقى مع بعض وندلع نفسنا انا والبت منى اختي ونعمل لنا ميداليتين موبايل كده يكون شكلهم لذيذ. فيلا بينا يا رفاق، جاهزين ان احنا نشتغل مع بعض النهاردة الميدالية بتاعة الموبايل واشارك معاكم طريقة ربطتها. الفكرة الأولى اللي عايزة أشاركها معاكم، في ناس معتزة زي باسمها أو بتحب فكرة وجود اسمها معاها، فالموضوع هيكون لذيذ معاكم جدا في الشغل وهيعمل انتماء للجمهور بتاعكم. او مثلا في حد بيحب حد، الناس بقى المرتبطين والمخطوبين والمتجوزين والناس دي كده، فممكن تكون ان هي مثلا بتحب تحط حرفه معاها في الاكسسوارز بتاعها وهكذا، فالموضوع فعلا هيفتح معاكم افكار. وانا دايما لما باجي اعمل معاكم في الحلقات او في الفيديوهات بتاعت هاو تو ميك او ازاي نعمل الحاجة دي، مش بكون قاصده ان انا اوريكم الحاجه كوبي بيست وخلاص، لا، انا بكون قاصده ان انا افتح لكم افكار. يعني انا بشارك معاكم فكره واحده او اتنين بهدف ان انتي تعملي الفكره الواحده او الاتنين، اكيد لا، بهدف ان انا افتح دماغك او اديكي مجموعه من الافكار، فتبصي تلاقيكي ان انتي عارفه تطلعي فكره واتنين وتلاته من مجرد فكره واحده شفتيها. انا لا ادري صوتي هيكون عامل ازاي المره دي، بس انا حاسه ان الى حد ما هيكون مرهق شويه لاني فعلا واخده برد. مش عارفة أنا في إيه، عمّالة أطلع من حوار أخُش في حوار، أطلع من حوار أخُش في الحوار، بس الحمد لله. فأتمنى وأنا بامنتج الصوت أو بامنتج الvoice over اللي أنا عاملاه، الصوت ما يطلعش أوحش حاجة. للتوضيح بس، أنا استخدمت اللولي أكبر مقاس 10، تمام، وحبيت بقى أميكس تمام، حبيت أميكس مع اللولي فيونكات بقى كده لذيذة. عايزة أقول لكم إن أنا باحس إن الaccessories أو الحاجة اللي بتتعمل للشخص وهو بيلبسها، يعني بتعبّر عن مدى شخصيته أو بتعبّر عن الحاجة اللي جوّاه، فأنا دايمًا أحب الموضوع ده أوي. يعني أنا زي ما قُلت لكم، أنا باحب اسمي وباعتز باسمي جدًا، فرُحت حاطة اسمي مع الميدالية بتاعة الموبايل بتاعي. فيونكات بقى علشان أنا حد cute كده لطيف في نَفْسه، فحطيت برضه فيونكات، كفاية مدح في ذاتي، بس حسيت إن هي شكلها لذيذ. بُصّوا بقى يا حبايبي، أنا قصّيت الخيط أو قصّيت الفتلة. حاولي القصة بتاعتها ما تكونش طويلة أوي لسببين، إن الميدالية أو الرابطة لمّا بتكون طويلة بتكون الخرز بعيد أوي عن الخيط، فما بيكونش شكلها ألطف حاجة. تاني حاجة عشان ما تهدريش خيط كتير فما يطلعش معاكِ هالك كتير. أول حاجة أنا باربطها ربطة عادية خالص من الطرف على قد ما تقدري تكون في الطرف الأخير، تمام. بعد كده هتجيبي البلاعة بتاعة المطبخ، الولاعة هتمسكيها هتلسعي بس بيها الرابطة. وفي تركّاية أنا عملتها لاحظت إن ما فيش حد قال عليها في شغل الهاند ميد، جماعة حاولي آخر خرزاية تحطيها قبل ما تربطي تكون خرزاية الفتحة بتاعتها واسعة، زي موضوع الفيونكات كده. أنا الفيونكة معايا الخرزة بتاعتها واسعة جدًا فهاداري فيها الرابطة، دايمًا بتلاقوني بأكد معاكم على النقطة دي، فكرة إن إحنا نداري الرابطة. الرابطة أيوه مش الحاجة اللي هتوقف لنا الدنيا، بس أنا كآية فعلًا من الناس اللي بتهتم بالتفاصيل جدًا، وممكن تفصيلة زي دي تستفزني، مع إن ما حدش شايفها وأنا نفسي مش شايفاها، بس هي بتستفزني. فحاولي آخر خرزاية تحطيها في الخيط تكون خرزاية الفتحة بتاعتها واسعة، بحيث إن أنتِ تداري فيها الرابطة أو تداري فيها اللسعة اللي إحنا هنلسعها دي. ليه بنلسعها كده يا حلوين؟ عشان أكيد هتسألي نفسِك السؤال ده، عشان الخيط ده أصلًا يعني بينسِّل، ففكرة إن إحنا نربطها بس ونسيبها كده مع المقص أكيد هتنسِّل وهتكُر وهتبوظ. فأنا بعد ما ربطتها الربطة الأخيرة خالص من آخر طرف على قد ما تقدري تكون على الآخر، بعد ما ربطتها لفيتها يعني سيكة كده بسيطة، بحيث إن أنا أداري الرابطة وأداري اللسعة جوه الفيونكة. والموضوع ده فعلا يعني هيكون لذيذ قوي، وهيخلي شكل التقفيل بتاعك أو الكواليتي بتاعة التقفيل بتاعك شكلها ألطف وألذ. وأعتقد دي أسهل طريقة بالنسبة لي أنا كآية، تربطي بيها الرابطة أو تعملي بيها العقدة بتاعة الميدالية بتاعة الموبايل. تمام، بعد ما ربطتها الربطة الأولانية اللي انتوا شايفينها، بمسك عند آخر خرزاية وبروح لفها اللفة العادية خالص اللي انتوا شايفينها دي. لو حسيتي طبعا ان الموضوع مش أوضح حاجة معاكي، اليوتيوب بيسمح لك فكرة ان انت ترجعي وتقدمي وهكذا. بس انا حسيت ان هو في يعني طرق كتيرة جدا لان انتي تربطي الميدالية بتاعة الموبايل، بس حسيت ان دي اسهل طريقة معايا ومعاكم ومعانا كلنا. زي ما قلتلك من شوية، حاولي ان الفتلة او الخيط ما تكونش طويل قوي، بحيث ان الموضوع ما يكونش شكله مش الطف حاجة معاكي. يعني شايفة المتوسط بتاعها كان حرفيا لا يتعدي سنتي او سنتي ونص. لو حبيتي تقصريها او طلعت معاكي طويلة، يعني دون توري خالص، ما تحسيش ان الموضوع باظ منك، اربطيها رابطة فوق الرابطة
وده مش هيكون شكلها مختلف ولا هيكون شكلها مش لذيذ خالص. الأولانية دي زي ما أنا كنت متفقة معاكم إن هي ليا، فأنا هحطها في الجراب بتاعي زي ما انتوا شايفين او انتوا عارفين اصلا هو بيركب ازاي. لا اخفي عليكم سرا، من اكتر الفيديوهات المشجعة والمحفزة بالنسبة لي هي فيديوهات هاو تو ميك او يلا نعمل الحاجة دي مع بعض. ليه بقى؟ لان هي اصلا باخدها ليا او باخدها لاختي او بنلبسها احنا الاتنين مع بعض، تمام؟ فالموضوع بيحفزني اللي هو يلا يا بت نقوم نعمل حاجة. تاني واحدة بقى هعملها لمنى كانت عايزة واحدة بقى مختلفة تماما، كانت عايزة افتكاسة كده او ابتكارة. طبعا انا قاعدة بقترح عليها بس هي ولا كأنها سمعاني ولا كأنها شايفاني. هي كان هدفها ان هي تعمل حاجة سادة خالص. منا من الناس اللي ما بتحبش موضوع ميكس الالوان نهائي، او معظم لبسها في الغالب بيكون سادة قوي او محايد، تمام؟ فهي قالت لي انا عايزاها ابيض في ابيض، ما دخليش فيها اي الوان. فهي كانت حابة اللولي عادي، ما كانش عندها اي مشكلة تجاه اللولي، بس قالت لي انا عايزة بقى الايه، الفيونكات اللي هي الاكريليك الابيض خالص، يعني اللولي ابيض ابيض خالص، والفيونكات برضو ابيض خالص. والله يا ميمي انتي ما جيتيش في جمل، فاحنا هنعملها لك عادي مفيش مشكلة. بس كانت المشكلة الوحيدة بالنسبة لي، وحتى عرفتها قبل ما اعملها لها، ان الخرزايه الاكريليك او الفيونكه الاكريليك يعني الى حد ما صغيره، مش زي الفيونكات اللي انا عاملاها، فالرابطه هتكون باينه. فطبعا منا ما عندهاش اي مشكله، وحست قد ايه ان انا بهتم بالتفاصيل اوفر، وقالت لي عادي يعني هي كده كده مش اوضح حاجه او مش هتبقى باينه. بس عملتها لها يعني ايا يكن، وهبتدي بقى ان انا اركبها لها في الجراب بتاعها. على فكره طلعت شكلها لذيذ، على قد ان هي الفيونكات مش باينه فيها قوي او مش ظاهره زي بتاعتي، يعني انا بتاعتي عشان لون مختلف فاللون ظاهر فيها. وطبعا ربطتها بالربطه العاديه خالص زي ما شاركتها معاكم في الاول، ما حبيتش بقى ان انا ايه اكرر واعيد وازيد في نفس الحاجه. اكسايتد بقى اوريها لكم هي وبتاعتي في الاخر. بس طبعا الموضوع مع فكره ان ربطه صغيره واللولة كبيره هتبقى مزهقه شويه، بس صبر جميل يعني. بصوا شكلها طلع لذيذ جدا، وبصراحه كانت عجباني قوي، وبتاعت منا برضو كانت عجباها قوي. وحسيت ان هي عملت ريفرش للموبايل كده، عارفه لما تحس ان انت زهقتي من موبايلك فعايزه كل شويه تجدديه او تعملي له حاجه جديده. وبصراحه انا بحبها لانها بتكون معايا في المواصلات كفكره سبحه، ان انا بقعد استغفر او احوقل وانا ماشيه بقى في الشارع وانا راكبه مواصلات. فحسيت ان هي ايه يعني تو استخدام.